وبيبدأ فيلمنا بوفد تبع شركة بيهجم عليهم عصابة وبيهددوهم يلغوا عقد الشركة اللي هيبنوها هنا بدل ما يقتلوهم. رئيس الوفد رن على سنسل صاحب الشركة وقال له الحقنا، في أشخاص هنا عاوزين يقتلونا. جري عمنا سنسل زي الرهوان، ولكن هنا بقى سبق وحش ما بيرحمش لا فار ولا سنجاب. تحسه كونغر في نفسه كده من كتر ما بيتنطط، واسم الكونغر ده قصدي الشخص ده الدكتور فيرسان. المهم علم العصابة الأدب وأنقذ الوفد منهم. وهنا بقى وصل سنسل واتفاجئ لما لقى أعز صديق ليه قايم بالواجب مكانه. سلم عليه وشكره، وفيرسان قال له أمال فين جنجة زوجتك؟ طلعت جنجة المشاغبة خضته وبعدها راح على البيت. وفيرسان وقف قدام صورة والد سنسل المتوفي وقال ربتني وعلمتني زي ابنك، شكرا ليك من كل قلبي. طلع بره وأم سنسل قالت له بقى كده يا واطي ما نشوفكش لمدة سنتين؟ مش عاوز تيجي تشوف أمك؟ أنا جيت أهو هقعد معاك لمدة شهر وهخليكي مبسوطة طول ما أنا موجود. الأم قالت في عقلها كنت أتمنى أكون مبسوطة بس مشاكلي كتيرة جدا. فيرسان قال لها مشكلتي إيه؟ أنا هحللك كل مشاكلك. قالت له إيه ده؟ أنت إزاي قرأت أفكاري؟ سنسل قال لها ده تخصصه يا أمي، بمجرد ما بيركز مع أي شخص بيقرأ أفكاره على طول. إيه مشكلتك اللي مخلياكي مش عارفة تفكري؟ الأم قالت أنا كنت عاوزة ألم شمل العيلة وسنسل يتجوز من بنت عمه، لكن لو العيلة اكتشفوا إنه اتجوز جنجة من الأساس ممكن يأذوها ويقتلوها. يا ابني أنت ما تعرفهمش، والد سنسل كان متجوزني من غير رضا أهله، وابني عمل نفس اللي عمله أبوه، وأخت أبوه يا ابني الكبيرة سيدوامي ست شرانية أنتم مش عارفينها. سنسل قال لها ما تقلقيش يا أمي، هحاول أصالحهم وأفهمهم الموضوع. أنا اتجوزت البنت اللي أنا بحبها، مش هتجوز حد غصب عني يعني. وبعدين أنا اشتريت القصر الكبير اللي في القرية هناك وهقعد هناك لحد ما ألم شمل العيلة وأصالحهم. الأم قالت له اشتريت إيه؟ بلاش يا ابني القصر ده ما اتباعش لمدة 50 سنة، وناس كتير قوي بتقول قصص خطر عنه لأن القصر مهجور ومحدش عايش فيه من زمن كبير جدا. فيرسان قال لها مش عاوزك تقلقي على سنسل، أنا مش هسمح بحاجة تحصل لهم. أنا هسافر للقرية وهروح أول حاجة لعيلة سنسل وهحاول أهديهم شوية علشان لما سنسل يروح ما يحصلش أي مشاكل. وبعد ما أخلص المهمة دي هسأل بعدها عن قصة القصر علشان سنسل يقعد فيه وهو مطمن. المهم راح فيرسان بعدها المكتبة قديمة وقرأ شوية كتب عن ماضي القرية اللي فيها القصر. وتاني يوم في بيت عيلة سنسل عريس جه اتقدم لبنت عمه، وعمتها سيدوامي رفضت العريس وقالت بنت اخويا مش هتتجوز غير ابن عمها سنسل، هو مفروض يوصل النهارده زي ما قال، كله يجهز علشان تستقبله. وصل فيرسان في الوقت ده وافتكروه سنسل ابن اخوهم لانهم ما شافوش سنسل من وهو طفل. حاول فيرسان يوضح لهم انه مجرد صديق ابن اخوهم بس ما حدش سمع له، كام صاروخ اتضربوا. وفيرسان طار على الست دي وزوجها اتجنن اول ما شافها في حضنه وقال له انت بتعمل ايه؟ دي مراتي يا عم انت. الراجل قال في عقله معقوله مراتي تخوني معاه علشان ما بخلفش؟ فيرسان قرأ افكاره وقال له معقوله بقالكم 8 سنين متجوزين وما خلفتوش؟ ايه ده؟ وكمان قرأت افكاري؟ الراجل ده خطر علينا، مشي الراجل ده من بيتنا يا اخويا بسرعه. فيرسان قال له سمعتك، لو عاوزني امشي من هنا وديني القصر الكبير اللي في القريه. انا لما وصلت كله كان خايف يجي معايا للقصر، بس انت اللي هتوديني، ولو ما وافقتيش انت عارف انا هعمل ايه كويس، هاخد منك مراتك. لا وعلى ايه؟ جاي معاك يا باشا، القصر اهو، ادخل لوحدك بقى. لا ادخل لوحدي، انت جاي معايا يا حبيبي. احكي لي مين اللي عايش في القصر ده دلوقتي؟ اللي عايش في القصر ده الحارس بتاع القصر وحفيدته، بس هما مش موجودين دلوقتي. عاوز اقول لك ان اخر ناس عاشوا هنا من 50 سنة وهربوا من القصر وقالوا انه في اشباح. فضل الراجل يحكي لحد ما لقى نفسه لوحده وفيرسان اختفى وبقى هيموت من الرعب. روح البيت متكهرب في وضع ثبات زي ما انتوا شايفين كده، لكن فيرسان فوقه بقلم محترم. والعمه سيدوامي طلعت هنا بقى وقالت له انت مش ابن اخويا سنسل، ابن اخويا ما جاش ليه؟ والله انت بتفهمي. حاولت افهمهم كده من الاول ان مش ابن اخوهم بس هم ما سمعوش ليا، انا صديق سنسل وجيت هنا القريه لانه هيشتري القصر الكبير. اتخضوا كلهم اول ما سمعوا انه هيشتري القصر، والعمه قالت انا مش هسمح له يشتري القصر ده لانه مش هيكون خطر عليه هو بس، هيكون خطر على بنت اخويا اللي هيتجوزها كمان. لسه فيرسان هيقول لهم انه متجوز اصلا ووصل سنسل هنا. واول ما جنجة مراته نزلت من العربيه سالوه هي مين دي؟ قال لهم دي زوجتي جنجة. اتصدمت سيدوامي اول ما سمعته، وعمه قال له يعني انا رفضت كل العرسان اللي اتقدموا لبنتي وفي الاخر تطلع متجوز؟ انت خذلتنا يا ابن اخويا. بصوا انا جيت هنا علشان اشوفكم واصلح الغلط اللي ما بيننا، سامحوني لو في اي خلاف، بس انا اتجوزت البنت اللي بحبها، وعموما انا اشتريت القصر الكبير وهعيش معاكم هنا لمده شهر، واتمنى ما يبقاش في اي خلافات ونلم شمل العيله. عمه قال له مش معنى انك ما اتجوزتش بنتي ان اسيبك تعيش في القصر المهجور ده لوحدك، احنا هنعيش معاكم في القصر. سيدوامي بصت له بنظره خبث وقالت له ايوه هنعيش معاك، ما تستغربش، القصر ده قصص بتقول انه خطر ومش معقوله يعني هنسيبك في الخطر لوحدك. لاحظها فيرسان وعرف انها ست شرانيه واكيد بتخطط لحاجه مش كويسه. المهم راحوا كلهم للقصر، والعم قال لهم ممنوع اي حد يروح للمنطقه الخلفيه للقصر لانها خطر،
مفهوم؟ اللي انت عاوزه يا عمي. راحوا بعدها للمعبد، والكاهن اول ما عرف انهم عايشين في القصر اترعب جدا وبقى يترعش. جانجا قالت له هو ليه اي حد بيسمع سيرة القصر بيترعب كده؟ من حوالي 150 سنة يا بنتي عاش ملك في القصر ده اسمه فيتيان، والملك ده كان ظالم جدا وبياخد كل حاجة بالعافية. واثناء معركة شاف بنت رقاصة اسمها شاندرموكي وخلاها عشقته بالعافية، لكن هي ما كانتش موافقة لانها كانت بتحب راقص اسمه فيكرام. لكن الملك خدها بالعافية، عاشت معاه في القصر، وبعد ايام قابلت حبيبها فيكرام بره القصر. والملك لما عرف قتل حبيبها يوم الاحتفال بالصنم درجة وحرق شاندرموكي وهي حية. وبعد ايام روحها رجعت تنتقم من الملك، والملك جاب كهنة وسحرة من كل مكان وجابوا الرماد بتاع جثة شاندرموكي وعنوه في الغرفة اللي كانت عايشة فيها في القصر، وعملوا شوية تعويذ على باب الغرفة بعدها، ومن ساعتها والباب ده مقفول ما بيتفتحش. وبعد سنين مات الملك وروح شاندرموكي محبوسة لحد الآن على أمل إنها تتحرر وتنتقم من الملك اللي حرقها حية. وفي يعني بعض الأقاويل بتقول إن في غرفتها تعبان كبير بيحرسها. جانجا اندمجت جدا مع القصة، وفي الليل راحت للسلم الخلفي للقصر، وأول ما قربت من السلم ده رياح شديدة سيطرت على المكان. عينت جانجا المكان ومشيت، وتاني يوم صحي فيرسن على صوت موسيقى عالية، ولما نزل لقى حفيدة حارس القصر بتعلم الأطفال الموسيقى. زعق لها ومشي الأطفال وقال لها أنا جاي هنا علشان أرتاح، يا اسمك إيه انتي؟ اسمي درجة وما تزعقليش كده. جدها قال له يا ابن حفيدتي يتيمة بس عصبية شوية ما تزعلش منها، أوعدك إنك مش هتسمع أي إزعاج تاني. سمعت جدك قال يا درجة ما اسمعش صوت موسيقى تاني، سلام. المهم في الليل جانجا راحت برضه للمنطقة الخلفية، وكان عندها حب فضول تعرف إيه الموجود هنا. ومرات عم جوزها شافتها وقالت لها بلاش يا بنتي، ما تخليش الفضول بتاعك يأذيكي وبعيد عن المكان ده، أنا نصحتك واسمع نصيحة الكبار. قابل فيرسن بعدها بنت عم سنسل اللي المفروض كان يتجوزها، وقال لها أنا عارف إنك بتحب شاب، والشاب ده جه سكن في البيت اللي جنب القصر مخصوص علشانك. انت عرفت منين؟ من مصادر الخاصة. هو عاوز يتقدم لي بس أنا خايفة أقول لأبويا. لا ما تخافيش، أنا هناديه وأقول له. بدأ ينده عليه بالفعل، وهي قالت له بلاش هتفضحني يخرب بيتك. المهم تاني يوم درجة كانت منتظرة تلاميذها علشان تديهم حصة الموسيقى، وعرفت إن فيرسن اداهم رشوة علشان ما يجوش. راحت له قالت له بقول لك إيه، أنت هتشتري كل حاجة بفلوسك؟ تقدري كده تقولي واشترك كل آلاتك الموسيقية من جدك على فكرة. هو انت ليه بتعمل كده؟ انا الموسيقى بتجري في دمي ومش هتقدر تمنعني منها. خرجت وهي بتعيط وسمعته بيغني لها وبيعتذر لها، وقال لها على فكرة مش انت بس اللي بتحب الموسيقى، انا كمان بعشقها. بعدها جه رسالة لفيرسن انه لازم يرجع امريكا فورا علشان شغله هناك. ودع الكل وسمع في افكارهم انهم فرحانين انه ماشي. سمعتكم، انا راجع على طول ومش هطول. خرج سلم على درجة وقال لها اوعي تنسيني. وبعدها جانجا قالت لدرجة انا معايا كتب قديمة وعاوز احتفظ بيها في المنطقة الخلفية من القصر، عاوزاكي تيجي معايا. درجة قالت لها انا جدي محذرني ما اروحش لانه غرفة شاندرموكي موجودة هناك. يا بنتي دي كلها قصص خرافية، ممكن يكونوا بيقولوا كده عشان الغرفة دي فيها مجوهرات وذهب كتير جدا ومش عاوزين حد يدخلها، ولو فتحنا الغرفة دي هتعرفي ان كل اللي بقوله ده حقيقة. هو براحتك، مش عاوزة تيجي ما تجيش. لا استنى انا جاية معاكي. في الوقت ده حبيب بنت عم سنسل اتقدم لابوها، والشاب ده اسمه جونا، وحددوا معاه ميعاد الخطوبة. نرجع لجانجا اللي كسرت جنزير السلم الخلفي وطلعت فوق لحد ما وصلوا لباب غرفة شاندرموكي، لكن لقوا الباب مقفول بقفل. درجة قالت لها جدي قال لي مرة إن قلب المفتاح بتاع الغرفة مع حداد في القرية، وبما إنك صاحبة القصر دلوقتي لو طلبت من الحداد ده يصنع المفتاح هيصنعه، وأنا موافقة. صنع الحداد المفتاح بالفعل وخدته جانجا وطلعت جري على الغرفة. وأول ما فتحتها عربية كانت هتخبط سنسل وتقتله. دخلت بخطواتها البطيئة تستكشف الغرفة ووصلت لصورة شاندرموكي وفتحت الصندوق بتاع مجوهراتها وهدومها. وهنا بقى ظهرت أفعى كبرى ضخمة جدا اتجهت ليها، وخلاص كانت هتقرب منها، لكن درجة ندهت عليها وقالت لها تعالي بسرعة، الحداد اللي صنع المفتاح مات. تخيلي معايا كده بس، الحداد عشان صنع المفتاح مات وانا اللي استلمت المفتاح منه، انا خايفة اموت انا كمان. يا بنتي ده كان شكله راجل مريض وبيموت اساسا، ما توهميش نفسك ان شبح شاندرموكي هو اللي قتله. عرفوا بعدها كلهم ان جانجا فتحت الباب والحداد اللي صنع المفتاح مات هو كمان، وجابوا كاهن على الله حكايته يطهر البيت. وجانجا ولا كان هاممها وبتنظف غرفة شاندرموكي، والتعبان البلاستيك ده شكله عجبته النجفة. المهم طلعت جانجا خلخال وسمعت صوت اغاني جاي من بره. بصت من الشباك ولقيت اللي بيرقص خطيب بنت عم سنسل جونا، وهو بيعلم الاطفال الرقص. وهنا بقى طلعت مذكرة شاندرموكي وبدأت تقرأ قصة حياتها. وبعد شوية الكاهن وصل الغرفة وسمعوا صوت بيحذرهم يمشوا من المكان. قالوا مين اللي بيتكلم؟ أنا شاندرموكي. الباب اتفتح وخطوات بصوت خلخال سمعت في المكان كله،
والتلاتة كلهم جريوا من الخوف، وحد كان بيجري وراهم بصوت خلخال، والكل سمع صوت صريخ عالي. جريوا علشان يشوفوا في ايه، والخدامة قالت لهم انا شفت شبح كان لابس خلخال بس مش ظاهر وشه. خرج سنسل بره البيت يشوف في ايه، واغلبية الازاز بتاع القصر اتكسر كله مرة واحدة. دخل قال لهم ما تخافوش، دي مجرد صدفة، مفيش حاجة اسمها اشباح. الازاز بتاع الساعة اتكسر مع كلامه، وجانجا قالت له متأكد انها مجرد صدف برضه؟ دخلت درجة حفيدة الحارس في الوقت ده وقال لها انت كنت مختفية فين؟ انا كنت نايمة وصحيت على الاصوات. طيب كله يروح يكمل نومه يلا. رن سنسل تاني يوم على فرسان وقال له عاوزك تسيب كل شغلك وتجيلي بسرعة. وبمجرد ما قفل معاه جري على صوت جانجا اللي هدومها بتتحرق. قال لها هدومك اتحرقت ازاي؟ جانجا قالت له معرفش، بس درجة الوحيدة اللي كانت معايا في المطبخ. بصوا كلهم لدرجة وهي قالت لهم والله انا ما عملتش حاجة. وتاني يوم وصل فرسان وسنسل حكى له على كل اللي بيحصل في القصر من ساعة ما مشي. فرسان قال له يعني انت شاكك في درجة؟ هي بنت مسكينة بس برضه هنعمل احتياطاتنا منها. وفي اللحظة دي بنت عم سنسل لاحظت خيال غريب بيجري وراها، صوتت وبدأت تجري، والخيال ده كان وراها لحد ما وقعت واغمى عليها. لحقها فيرسان في اخر لحظة، ولما فقت سألوها هو انت ايه اللي طلعك للمنطقة الخلفية؟ قالت لهم كنت بدور على جانجا، ودرجة قالت لي انها في المنطقة الخلفية. جانجا دخلت قالت لهم بس درجة عارفة اني كنت باخد شاور. استغرب فيرسان وقال من ساعة ما جانجا فتحت باب غرفة شاندرموكي وبدأت المشاكل تحصل. اوعدك يا سنسل ان احل المشكلة دي في اقرب وقت. المهم قعد فيرسان سهران طول الليل وسمع صوت خلخال، مشي في اتجاه الصوت لحد ما طلع لغرفة شاندرموكي. واول ما خبط على باب الغرفة الصوت سكت وحد طلع جري هو كمان يلف في المكان علشان يشوف مين، بس الشخص ده كان اختفى. وتاني يوم قابل جانجا وقال لها خديني لغرفة شاندرموكي فرجيني عليها. طلع له الغرفة وجانجا شرحت له كل حاجة بالتفصيل، ووريت له كمان محتويات صندوق مجوهرات شاندرموكي. واستغربت لما لقيت فردة خلخال واحدة والتانية كانت مختفية. فيرسان قال لها الخلخال ده تقليد اكيد مش بتاع شاندرموكي. زعقت له جانجا وقالت له انت مش عارف حاجة، ده الخلخال الاصلي. قال لها خلاص اهدي انت متعصبة ليه؟ مصدقك. المهم تاني يوم الخدامة كانت بتعمل قهوة لسنسل، وعمته سدوام العقربة دخلت قالت لها سيبي لي القهوة انا هعملها، وطلعت ازازة سم كبته في القهوة وندهت على درجة تاخد القهوة علشان تقدمها له. لاحظ فيرسان بالصدفة ازازة السم وجري على سنسل كأنه سوبرمان في نفسه، ولحق منه كوباية القهوة قبل ما يشربها. وقال للكل القهوة دي مسمومة، مين اللي عاملها؟ كلهم قالوا درجة، ودرجة قالت لهم والله انا معرفش حاجة، العمة سدوامي هي اللي طلبت مني اديله القهوة. المهم اتهموا درجة كالعادة، وفيرسان قال لهم كل حاجة هتبان مع الوقت. طلب سنسل بعدها كاهن كبير اسمه فاشوناس، واول ما دخل البيت قال لهم في روح شريرة ولازم افضل في البيت ده 7 ايام، ومش هشرب ولا هاكل من البيت ده طول ال7 ايام اللي انا قاعد فيهم. وتاني يوم درجة وهي بتمسح ما خدتش بالها من حوض السمك اللي تحته بالظبط سنسل، ومن غير ما تقصد وقعته وسرفا لحقوا كالعادة. والمرة دي فيرسان ما عداش لدرجة وقال لها بصي التهم لابساكي. خد درجة وشاف في غرفتها فردة الخلخال الناقصة. قال لها وايه اللي جاب الخلخال ده هنا؟ انا لقيته وانا بروق وجبته هنا، معرفش حاجة عنه والله. حبسها فيرسان وقال لجدها حفيدتك تعبانة وانا هعالجها، مش عاوز حد يقرب من غرفتها طول ما انا موجود هنا. خرج وقال للعمة سدوامي قبل ما يمشي ابقي اعملي القهوة كويس بعد كده، ها انت اكيد فهماني. وفي الليل خد فردة الخلخال الناقصة ووراها لجانجا، اللي اول ما شافتها اتعصبت وخدتها منه وجريت، وهو بقى مستغرب هي ليه عملت كده. وفي نص الليل سمع نفس صوت الخلخال والاغنية اللي بتشتغل، وطلع للغرفة، والمرة دي اتقمص شخصية الملك اللي حرق شاندرموكي ولبس جزمته ومسك عكازه، وصوت جوه الغرفة قال له انت مين؟ انا الملك فيتيان. هو انت؟ افتح الباب يا كلب، انت عاوزة يا شاندرموكي؟ عاوزك انت بس علشان اقتلك. طيب ما تطلع تقتليني، منتظرة ايه؟ مش هقتلك النهاردة، هحرقك في نفس اليوم اللي حرقتني فيه، يوم الاحتفال بالصنم درجة، انتظر موتك في اليوم ده. في اللحظة دي الكاهن فاشوناس كان بيعمل طقوس، والطقوس دي اتفسدت بسبب اللي عمله فيرسان. ولما نزل الكاهن قال له انت ايه اللي انت عملته ده؟ انا كنت خلاص اسيطر على روح شاندرموكي، انا اللي انا عملته ده صح وهتعرف بعدين. عدت الايام ويوم خطوبة بنت عم سنسل على جون الراقص، جانجا اختفت من المكان. خرج فيرسان علشان يدور عليها، والحارس بتاع العمة سدوامي هجم عليه علشان يقتله لان العمة قايله له يعمل كده، بس فيرسان مسكتش وعلمه الادب. بعد ما ضربه سمع صوت جانجا وهي بتصرخ، وجري على الصوت لقاها ماسكه جنة وزي ما نقول كده بتتحرش بيه. وسنسل قال لجنة كنت بتتحرش بمراتي يا حيوان، واحنا اللي كنا فاكرينك محترم. جنة قال انا ما عملتش حاجه، هي اللي كانت ماسكاني. نيموها. فيرسان قال لسنسل جنة فعلا ما عملش حاجه، جانجا اللي اتهجمت عليه. دخلت سدوامي سخنت الامور وقالت له صاحبك فيرسان بيتكلم في شرف مراتك وسكت.
اطرده بره البيت. سنسل ما صدق وقال له اطلع بره وما تورينيش وشك تاني، وكلهم اجمعوا على طرده. لكن هنا بقى الكاهن فاشوناس اتدخل وقال لهم لو فيرسان خرج بره البيت ده هتواجهوا مشكله كبيره، ده اكتر انسان خايف عليكم. هو انت تعرف انه هيضحي بحياته علشان ينقذ مراتك يا سنسل؟ انا قابلت فيرسان في اليوم اللي بوظ في الطقوس بتاعتي، يوم ما كنت هطرد شبح شندرموكي. احكي لهم على كل حاجه حكيتها لي يا فيرسان. بصوا، الشخص اللي ورا كل المشاكل اللي بتحصل هنا هي جانجا، لان روح شندرموكي لابساها. انا حبست درجة لان جانجا اي حاجه بتعملها كانت بتتهمها في درجة. المهم فضلت اراقبها وعرفت انها كل يوم في نص الليل بتطلع ترقص على اغنيه شندرموكي نفسها كانت بتحبها. وليه بترقص على الاغنيه دي؟ هقول لكم. بتجذب انتباه جنة خطيب بنت عمك، لان حبيب شندرموكي الراقص كان عايش في نفس بيت جنة. والمشكله بقى ان جنة هو كمان بيرقص، وروح شندرموكي فاكره حبيبها. المهم انا اتقمصت شخصيه الملك، ولما سالتها عاوزه ايه قالت لي عاوزه احرقك زي ما حرقتني يوم الاحتفال بالصنم. واليوم ده هي منتظره علشان تحرقك انت يا سنسل، لانك زوج جانجا. بس انا عامل احتياطاتي ومش هسمح بده يحصل. انا عاوزك يا سنسل تستفزها يوم الاحتفال بالصنم علشان روح شندرموكي تحضر، والكاهن فاشوناس في اليوم ده هيكون محضر الطقوس بتاعته. ودورنا احنا بقى في الخطه دي كلها هنخلي شبح شندرموكي ينال الغرض بتاعه وتشوف الملك وهو بيتحرق زي ما هي عايزه. وبالفعل عدى يومين ويوم الاحتفال استفزها فعلا لحد ما حضرت روح شندرموكي واتكلمت على لسان جانجا وتوعدته بالقتل واغمى عليها. دخل فيرسان في الوقت ده لبسها الخلخال وخرجوا كلهم يراقبوها. وبعد ساعة عدت خرجت وطلعت للغرفة وبدأت رقص زي المجنونة. والكاهن فاشوناس في اللحظة دي بدأ يحضر الطقوس بتاعته. فيرسان قال لجنة يلا جه دورك في الخطة، انت اللي هتجرها لمكان الطقوس برقصك. دخلها جنة رقص معاها، وشندرموكي افتكرته حبيبها وافتكرت اليوم اللي الملك فيتيان قطع في دماغ حبيبها وحرقها. فاقت من ذاكرتها، وفيرسان اتقمص دور الملك ومشي في اتجاهها وعمل لها الصوت المستفز بتاع الملك اللي كان معتاد يعمله. سحبوها في مكان الطقوس والكاهن قال لها انت عاوزه ايه؟ عاوزه احرقه زي ما حرقني. امسك النار اهي احرقيه يلا. رمت النار على الماده المشتعله والنار اتجهت لفيرسان، واول ما قربت منه حدفوا حاجه على عين جانجا علشان ما تشوفش. وسنسل فتح باب خرج منه تمثال شبيه للملك، ولعوا فيه النار لحد ما ساح. وشندرموكي شافت التمثال وهو بيولع لحد ما نارها بردت وقالت خلاص انا كده انتقمت. وهنا بقى روح الست شندرموكي خرجت من جسم جانجا. انما قصه عبره بصحيح، لا بصحيح يعني وربنا. المهم كل حاجه رجعت لطبيعتها والعيله شاملها اتلم وبقوا حبايب جدا. وفيرسان حب درجة ودرجة حبته. وبيبدأ فيلمنا براجل رسام راجع من شغله وبالصدفة بيلاحظ هذه اللوحة المشؤومة. السواق قاله ده مجرد صورة سيبك منها. الرسام قاله انت مش فاهم حاجة، اللوحة دي كنز وعمرها وتاريخها كبير جدا وانا بس اللي عارف قيمتها. خد الرسام اللوحة نظفها وقال لزوجته تعرف ان اللوحة دي عمرها يجي 100 سنة وتمنها غالي جدا فوق ما تتخيلي، يعني يوم ما نفكر نبيعها هتتباع بالملايين. طيب ما تبيعها وتطلعنا من الفقر ده مستحيل. انا ما ببيعش تاريخ بلدي، عليك وعلى بلدك روح انتحر وخلصنا، انا زهقت منك ومن الفقر اللي انت معايشني فيه. زعل الراجل من كلام مراته البومة اللي متعود عليه دايما. وفي الليل وهو نايم سمع صوت خلخال جاي من غرفة اللوحة. راح بص على الغرفة وتاني يوم البومة صحيت ما لقيتهوش جنبها. ده راح فين الداهية ده؟ يا لهوي كان شومك يا ابن الفقرية. ما صدقت قلت لك انتحر تقوم منتحر جنب اللوحة؟ طب كنت بيعها الاول وبعدين موت، ده ايه الفقر اللي انا عايشة فيه ده؟ المهم بعد ايام في مسابقة رقص فازت بنت اسمها جياتري وزوجها فيرنا باللوحة الفقرية التاريخية اللي بقالها 100 سنة، وتعود اللوحة للراقصة العفيفة الشريفة شندرموكي. وبعد 3 سنين من المسابقة دي في بيت عائلة سعيدة بتستعد لزواج بنتهم اللي اسمها غوري وسط حضور الأهالي والأحباب. وفي اللحظة دي في الخارج تعبان ضخم جدا اتجه لغرفة معينة في البيت. وصديقة غوري في الوقت ده سمعت صوت فحيحه وقالت أنا أكيد بتخيل. سمعت الصوت تاني ومشيت ورا الصوت والتعبان كان وراها وشافت خياله في الحيطة وأغمى عليها فورا. وعريس غوري كان بيدور على شخص واترعب لأنه شاف حاجة احنا مش شايفينها حاليا. وجري على أبوه وأمه وقال لهم أنا خلاص مش عاوز أتجوز، يلا بينا نمشي. طب فهمنا يا ابني في إيه؟ هبقى فهمكم بعدين. زعلت غوري جدا من اللي حصل، وأختها جيتا كانت واقفة على السلم بتراقب اللي بيحصل بنظرات كلها شر. ونزلت قالت لهم الحقوا صديقة غوري فاقدة الوعي فوق. طلعوا سألوا البنت انت ايه اللي حصل لك؟ قالت لهم شفت تعبان ضخم جدا. الأب أول ما سمع سيرة التعبان قال لهم فاكرين لما قلت لكم إني شفت نفس التعبان من 3 سنين وما كانش حد مصدقني؟ التعبان ده مستخبي هنا في البيت ولازم نجيب شخص يخرجه.
جابوا تاني يوم حاوي على الله حكايته، قال لهم هو فين؟ انا هجيب امه. وطلع عمنا الحاوي بمزماره وتعالى يا ثعباني تعالى، والعيله تحت منتظرينه. وفجأة انقطع صوت الحاوي والمزمار وقع وعليه دم. طلعوا لقوه ميت وغرقان في دمه يحاول الله. وتاني يوم عرفوا من تقرير المستشفى ان الحاوي ما ماتش من قرص التعبان، مات من صدمة قلبية. الام قالت اللي بيحصل لنا ده في حاجة غريبة. غورة اتخطبت مرتين والعرسان بيهربوا منها في اخر لحظة، والحاوي اللي احنا جبناه مات بسكتة قلبية. ومش معقولة يعني يموت بسكتة قلبية في بيتنا، مش لاقي غير بيتنا ويموت فيه. اللي بيحصل ده اكيد مش طبيعي، احنا لازم نشوف كاهن ومنجم يساعدنا في اللي احنا فيه ده. وبالفعل راحوا تاني يوم لأشهر كاهن في الهند، فاشوناس طارد الأرواح. راح معاهم البيت عمل طقوسه وشاف التعبان على هيئة دخان. قال لهم أنا أقوم أبص على كل غرف البنات. ووقف فجأة قصاد الغرفة دي وقال لهم افتحوها. واتصدم أول ما شاف لوحة شندرموكي وافتكر لما طلعها من جسم جانجا. الناس اللي سمعت الجزء الأول بس هي اللي هتفهم. المهم قال أنا آخر مرة شفت اللوحة دي من 5 سنين في بيت سنسل وجانجا. اللي جابها هنا بيتكم. ظهرت بنتهم جيتا وقال لهم هي مين دي وبتعمل ايه في غرفة اللوحة؟ دي بنتي غيتا، هي رسامة وكل طموحها في الحياة انها ترسم نفس لوحة شندرموكي. من النهاردة محدش يفتح الغرفة دي. جيتا قالت له حتى لو قفلتها هفتحها وهكمل الرسمة. ابقى اعمليها كده وافتحيها. قولولي اللوحة دي وصلت هنا ازاي؟ بنتي الكبيرة وزوجها فازوا بيها في مسابقة رقص من 5 سنين. طيب وفين بنتك وزوجها؟ اليوم اللي كانوا راجعين فيه من المسابقة عربية خبطتهم وماتوا. عارفين السبب في موتهم ايه؟ هي اللوحة المشؤومة اللي جوه دي. شندرموكي هي السبب في موتهم. مين الشندرموكي دي وعاوزة مننا ايه؟ انتم اللي جبتوها هنا، واي مكان بتتواجد فيه اللوحة دي بيحصل مشاكل كتيرة، وروحة شندرموكي بتختار بنت صغيرة بتلبسها. طيب وانت عرفت هي لبست مين؟ هو انا شاكك، بس ممكن شك ما يكونش في محله، لكن في شخصين بس في الهند هم اللي هيعرفوا، الدكتور فيرسان وتلميذه العبقري إشوار. انا هبلغهم بالمشكلة. وهنا بقى بنشوف إشوار اللي واخد نفس ذكاء وطبع الدكتور فيرسان. خد إشوار مساعده فيرجي المجنون وراحوا القرية واستقبلوا فاشوناس وحكى له على القصة. إشوار قال له يا شندرموكي دي عايزة ايه؟ هو انتوا مش حققتوا لها رغبتها ساعتها وحرقتوا الملك قصادها؟ ايه اللي رجعها تاني؟ اللوحة بتاعتها موجودة جوه يا دكتور، وطالما جت هنا يبقى لسه روحها عاوزة تنتقم. إشوار قال له يعني هعيش نفس القصة اللي عاشها معلمي فيرسان من جديد. راح إشوار في اتجاه البنات وتعرف على شخصيتهم وقال انت غوري وكل تفكيرك في الناس اللي سنهم بيتعدى 100 سنة وبتبحثي عنهم كتير. وانت جيتا بتحب الرسم جدا، ولما بتشوفي اي لوحة بتتحدي نفسك علشان ترسمي زيها. وانت عرفتهم ازاي؟ فن قراءة الافكار بقى. دخلوا لغرفة لوحة شندرموكي وغيتا دخلت وراهم وقالت لهم ارجوكم سيبوا الغرفة مفتوحة، عاوزة اكمل الرسمة. إشوار قال لها خلاص اهدي هنسيبها. حضرة الكاهن انت اكيد واثق فيها زي ما بتثق في معلمي، عاوزك تسيبني اركز وما تتدخلش باي طقوس غير لما اقول لك. عدى اليوم وفي نص الليل سمع صوت خلخال جاي من بره. خرج بص على غرفة اللوحة ملقاش حد، وفضل ماشي ورا مصدر الصوت بره البيت لحد ما وصل لبيت صغير. وقبل ما يوصل له جذع شجرة وقع قدامه وسمع خطوات بصوت خلخال بتجري. جري ورا الصوت لحد البيت الكبير وجيتا خبطت فيه. اللي انت بتعمل ايه في الوقت المتأخر ده؟ ده بيتي وعامل فيه اللي انا عاوزاه. تمام قوي براحتك. المهم تاني يوم فاشوناس قال له روح شندرموكي لما بتحس انها في خطر بتتشكل في هيئة تعبان وبتهرب. تعبان؟ طيب ما تمسك التعبان بقدراتك، انت بتتريق؟ انتم الدكاترة النفسيين مش بتأمنوا بالحاجات دي. انا استعنت بيك لانك ذكي زي معلمك. انا ممكن اعرف البنت الملبوسة في لحظة، بس سايبك انت لان الحالة ممكن تكون حالة نفسية وممكن انا اكون غلطان. اعرف لي مين البنت اللي بتتصرف زي شندرموكي ويسيب الباقي عليا. المهم قام في الليل على صوت تاني وشاف واحدة ست ماشية بفانوس إضاءة في اتجاه البيت الصغير. فضل ماشي وراها لكن أشخاص هجموا عليه من كل اتجاه في المكان، وقام إشوار معاهم بالواجب وضربهم ومشي في اتجاه البيت. وفجأة غرفة الكاهن فاشوناس ولعت وما كانش عارف يطلع من البيت، وتعبان خرج من البيت في الوقت ده. جري عليه إشوار أنقذه، والكاهن قال له شندرموكي حاولت تقتلني، صدقتني إنها موجودة في البيت؟ دخلت جيتا في الوقت ده وجري عليها قال لها طول ما أنا لابس العقد ده مفيش قوة شر هتقدر تلمسني، انت فاهمة؟ دخلت أم غيتا في فانوس الإضاءة وسألها إشوار انت كنت فين؟ ما ردتش عليه، وإشوار قال العيلة دي أكيد وراها لغز ولازم أعرفه. اداله فاشوناس عقد مقدس وقال له خليك لابسه، أكيد هتحتاجه في يوم. المهم قرب إشوار من البنات وحببهم فيه علشان يعرف شخصية كل بنت فيهم. والمرة دي في نص الليل سمع صوت أغنية شندرموكي المفضلة اللي معلمه فيرسان كان قايل له عليها. إشوار قال والله يا بنت الفقرية ما أنا سايبك النهاردة. مشي في اتجاه البيت الصغير وشاف خيال حد بيرقص، وهنا بقى تقمص شخصية الملك زي ما معلمه فيرسان عمل، ومشي بخطوات مسموعة وصوت قال له أنت مين؟ أنا الملك. خرج شخص بسرعة من الغرفة وإشوار جري وراه واتكعبل في البنت دي، وروحة شندرموكي اتشكلت في التعبان وهربت.
بص إشوار للبنت اللي شكلها مجنونة ولاحظ في الغرفة لوحة تانية صغيرة لشندرموكي. صوتت البنت في اللحظة دي وكل اللي في البيت الكبير صحيوا وشافوا إشوار بيقفل باب البيت الصغير. فشوناس قال له هو مين اللي كان بيصرخ؟ اسألهم مين وهم هيجاوبوك. الأب قال دي بنتنا الكبيرة جياتري، بس انتم قلتولي إنها ماتت مع جوزها، كدبنا عليك. وهم راجعين يوم المسابقة زوجها كان شايل اللوحة وعربية خبطته ومات، وجياتري لما شافته ميت عقلها ما صدقش، ومن وقتها وهي في حالة جنون وحبسنا في البيت التاني وقلنا إنها ماتت علشان كل ما حد بيتقدم لإخواتها البنات كانت بتخوفه. إشوار قال لهم طيب هو مين اللي بيرقص كل يوم في البيت الصغير؟ جياتري اللي بترقص، لأنها رغم جنونها ما نسيتش الرقص أبدا. فشوناس قال لهم جياتري مش مجنونة، روحة شندرموكي لابساها وهي اللي عاملة فيها كده. إشوار قال له آسف يا حضرة الكاهن، بس أنا هثبت ليك إنك غلطان. أنا مش غلطان يا دكتور، لو وديتوا جياتري للمعبد بكرة هثبت لكم إن شندرموكي لابساها. خدوها تاني يوم للمعبد وجياتري كانت رافضة تدخله وبتصرخ، وكل الحيوانات والطيور جريوا من أماكنهم. فشوناس قال له صدقتني يا دكتور، الروح لابساها، أنا هعمل الطقوس بتاعتي على جياتري. قلع بعدها فشوناس العقد المقدس اللي لابسه ونزل لبركة المياه دي ياخد شاور، وفي اللحظة دي شخص رمى حجر كبير من تل الأشجار في اتجاهه. لاحظ إشوار الحجر وجري عليه قال له نط في المية بسرعة. ولما طلع قال له شفت يا دكتور، دي تاني مرة لمحاولة قتلي، أنا هطلع الروح النهاردة من جياتري. لبس فاشوناس العقد وإشوار افتكر لما فاشوناس قال لجيتا طول ما أنا لابس العقد مفيش قوة شر هتقرب لي. بعد ما افتكر قال له أرجوك يا فاشوناس ما تعملش الطقوس بتاعتك النهاردة غير لما أقولك. اتجه إشوار بعدها لمكتب التاريخ وسأل على كتاب معين ولقاه، وده بقى كتاب قصة حياة الملك فيتيان. فتح الكتاب وعرف إن الملك فيتيان كان ليه أخ طمعان في العرش، وأخوه ده قتله وورث العرش مكانه. إشوار قال يا ترى مين الملك ده؟ فتح الصفحة التانية واتخض واتصدم لما شاف شخص شبهه بالظبط وهو الملك بجراف. إشوار قال لنفسه أستاذ سيرفان قال لي لما تقرأ الكتاب هتشوف مفاجأة، معنى كده إنه قرأ الكتاب قبلي وعرف إن الملك بجراف ده شبهي. وهنا بقى هنرجع بالماضي 100 سنة ورا، والملك بجراف بيقود جيشه لمملكة سنغافور وبيحتلوها. وفي اللحظة دي راقصة جميلة كانت بترقص في القاعة الملكية، وأول ما عرفوا إن المملكة احتلت من الملك بجراف كله بقى يجري برعب. دخل بجراف عليهم بجملته المعتادة أورا أورا، ومسك الراقصة الفاتنة شندرموكي. جريت منه هو قتل الملك، طلعت استخبت في صندوق والخرزة اللي كانت لابساها في دماغها عملت انعكاس ضوء خارج الصندوق. عرف بجراف إنها موجودة ورجالته دخلوا عليه في الوقت ده بكل الذهب والغنائم اللي لقوها في القصر. قال لهم كل اللي انتوا لقيتوه ده مش حاجة، الغنيمة الأصلية في الصندوق ده، افتحولي. فتحوا له الصندوق ولما شاف الشندرموكي انبهر بجمالها جدا وفضل يمدح فيها، وراح لأهلها قال لهم أنا انتصرت على المملكة اللي انتم عايشين فيها وليا الحق في كل حاجة، بنتكم الشندرموكي هاخدها تعيش معايا. قالت له أنا مش هروح مع حد، أنا بحب الراقص فيكرام ومش هحب غيره. بص بجراف على صورتها اللي في البيت وقال لها هتيجي تعيشي معايا انت وحبيبك وترقصوا في حفلاتي في القصر. فرحت الشندرموكي وقالت له أنا موافقة وهاجي معاك. خدها وهم في الطريق بقت تبص بره وتقول له هو فين فيكرام؟ مش شايفاه. قال لها مش شايفاه؟ اخليكي تشوفيه، بصي وراكي تاني كده، انا وافيت بوعد اهو، لو فضل عايش لحد ما نوصل للمملكه يبقى بيحبك. مفيش ثواني والواد قطع النفس وقال لها فيكرام طلع ما بيحبكيش يا خساره، اقطعوا الحبل وارموه. فضلت تعيط وما قدرتش تتكلم من جبروت بجراف. المهم وصلوا المملكه وبجراف قال للخدم خدوها وعملوها كانها اميره، والقصر ده من النهارده بتاعها. راحت الشندرموكي مع الخدم ادوها كام غسله، وفي الليل احتفل الملك بجراف بالانتصار بتاعه على المملكه وخلاها ترقص له واداها عقد من الماس هديه ليها، وجاب كمان رسام رسم الصوره بتاعتها المشؤومه. كافئ بجراف الرسام على الرسمه واداله ذهب، والرسام قال له بص انا رسمتها من كل قلبي علشان كده الرسمه طلع حلوه. بجراف قال له قلبك وقدرت تقولها كمان؟ الايد اللي رسمت اللوحه دي هتتقطع. قطع له ايده وقال شندرموكي اللي هيفكر يبصلك او يمدح في جمالك هيكون مصيره الموت. بعدها الخدامه قالت لها الملك بيحبك جدا وممكن يعمل اي حاجه علشانك، واي بنت في المملكه كانت تتمنى تكون مكانك، وانا ما اتمناش وبكرهه، انا جيت هنا علشان اقتله زي ما قتل حبيبي. قعدت في غرفتها وفي نص الليل خبط الباب عليها، قامت مسكت سكينه وافتكرته هو، لكن اتفاجئت لما لقيت حبيبها فيكرام لسه عايش. قال لها انا اتظاهرت اني مت علشان يسيبوني، انا فرحانه جدا انك عايش، مش عاوزه حد يشوفك لانهم لو شافوك هيقتلوك. خد العقد ده بيعه وفي بيت جنب القصر اسكن فيه، واقرب فرصه هتجيلي هقابلك. جري فيكرام والملك لاحظ حركه في المكان وطلع دخل لها قال لها ما تخافيش، انا ما بلمس اي بنت عذراء غير بارادتها. حاولت تبان انها فرحانه وهو لاحظ انها مش لابسه العقد اللي ادهولها، وافتكر خيال الشخص اللي شافه قبل ما يدخل وضحك لها ضحكه شر وخرج. وتاني يوم
علقوا لوحتها في ساحة القصر، والملك بجراف خرج في رحلة صيد لمدة 3 أيام. استغلت عدم وجوده وراحت لفكرم قالت له طول ما أنا عذراء الملك مش هيسيبني، اعمل معايا علاقة، وهو أكيد لما يعرف إني مش عذراء هيطردني. في اللحظة دي بجراف قال لجنوده كملوا انتم طريقكم وانا هاجي وراكم. رجع للمملكة والمعلمة خدت فكرم لداخل القصر لغرفتها الخاصة، وخلاص كانوا هيتحمرشوا ببعض، لكن خارج الغرفة كان بجراف وصل ودخل بخطواته. شندرموكي قالت مين بره؟ انا يا حبيبتي الملك بجراف. أورا كسر عليهم الباب وهي فضلت تترجى فيه يسيب فكرم عايش. ضربها وخد الواد من قفا نزله وقطع رقبته قدامها، وقال للجنود غرقوها بالجاز علشان اولع فيها. الواطيه جايبه حبيبها تنام معاه في قصري، جالك قلب تعملي كده؟ غرقوها فعلا بالجاز وولع فيها. وقبل ما روحها تطلع قالت له لو ما قتلتكش يوم الاحتفال بالصنم درجة ما يبقاش اسمك شندرموكي. وبعد موتها عدت الايام، ويوميا الملك بقى يسمع صوتها من غرفتها وهي بتهدده، وما بقاش عارف ينام. وجاب كهنة من كل مكان عملوا طقوس على غرفتها وحبسوا رمادها داخل الغرفة وقفلوها. المهم الملك كان كل ما يشوف بنت عذراء بيتخيل شندرموكي فيها، وأصدر قرار بعدها إن أي بنت عذراء في المملكة تتقتل أو تخرج بره المملكة. كل أهل المملكة في الوقت ده ما قبلوش قراره وعملوا مظاهرات وقرروا يقتلوه، لكن قدر الملك بجراف يهرب ومحدش عارف عنه حاجة من ساعتها. بعد قراءة القصة خرج إشوار علشان يوقع على الكتاب، ولاحظ إن في شخص قبله بكام يوم وقع على قراءة القصة. استغرب وبعدها راح للقرية اللي كانت عايشة فيها شندرموكي وسأل على بيتها، والراجل ده قال له انت تاني شخص يسأل على البيت ده. دخل إشوار بيت شندرموكي المهجور ولاحظ إن في لوحة متشالة من مكانها، ودي نفس اللوحة اللي شافها في البيت الصغير في الغرفة اللي كانت محبوسة فيها جياتري. بعدها راح عمل بحث عن الأشخاص اللي أعمارهم بتتخطى 100 سنة، وبعد بحث طويل جدا عرف إن في شخص عمره فوق 130 سنة لسه عايش على تل جبل تاناشيري. راح لمكان الجبل والراجل ده قال له خلي بالك الأشخاص اللي دخلوا قبلك الجبل ده ما خرجوش منه، أنا عليا حذرتك. طبعا إشوار ما بيهموش الكلام ده وطلع الجبل، ولما دخل شاف شخص مش باين له ملامح والشعر مغطي جسمه كله. عمل إشوار نفس الصوت اللي بجراف كان بيعمله دايما في دخوله أي معركة، أورا. وبعد ما عمل الصوت كمية غربان كتيرة جدا خرجت من المكان، وقام الشخص ده ردد نفس الصوت أورا. وفضل يضرب في إشوار. تحسه نينجا في نفسه. حاول إشوار يهرب منه بس معرفش، والمعجزة اللي أنقذته منه العقد المقدس اللي فاشوناس كان مديهوله. نروح لفاشوناس اللي بيعمل الطقوس على جياتري وعمال يضرب فيها، وبيقول لها اعترف انت مين؟ قالت له انا شندرموكي جياتري. وصل إشوار في الوقت ده وقال له شندرموكي مش لابسه جياتري، انا مش بقلل منك لكن هثبت لك دلوقتي. دخل على جياتري واداها حقنه مهدئ وقال لها انت يوم مسابقتك انهارتي لما شفت زوجك مات قدام عينك، ومن ساعتها وانت في صدمه ومش مصدقه ومفيش دمعه نزلت منك عليه. عيطي وطلعي الحزن اللي جواكي في العياط. بدأت جياتري تفتكر ذكرياتها وتعيط بحرقة على زوجها. وإشوار خرج قال لهم بنتكم مش ملبوسة ولا مجنونة، تقدروا تدخلوا تشوفوها، هي هتفتكركم دلوقتي. أنا آسف يا حضرة الكاهن، ما أقصدش أقلل منك. جياتري لما جوزها مات ما نزلتش دمعة عليه، وعقلها ما كانش مستوعب إنه مات أساسا. أنت لما عملت عليها الطقوس قالت إنها شندرموكي جياتري لأنها كانت خايفة منك، وده مش معناه إن روح شندرموكي مش موجودة، هي موجودة فعلا لكن مش في جياتري. تعالوا معايا وأنا هوريكم هي مين. غوري انت لسه بتبحثي عن الاشخاص اللي عمرهم فوق 100 سنة؟ ايوه، عاوز اقولك اني عرفت شخص عايش عنده 130 سنة وقابلته وشفته وعرفت اسمه كمان. اتحولت غوري وقالت له مين؟ الملك بجراف. هو فين؟ قول لي مكانه بسرعة. على تل جبل قريب من هنا، والمسكين لسه بيفتكر ذكريات عشيقته الميتة شندرموكي. انتوا ما تعرفوش هو عمل فيا ايه، انا هقتله. إشوار قال لها انت روح ملعونة، اطلعي من جسمها وسيبيها. فاقت غري وفضلت تعيط وتبص في المرايه وتقول اخرجي من جسمي ارحميني. نيموها وإشوار حكى لهم وقال لهم انا من ساعه ما جيت هنا وانا براقب تصرفات البنات، ولما حكيتولي ان عريس غوري سابها يوم الفرح رحت له وسالته انت سبتها ليه؟ قال لي شفتها يوم الفرح بشكل غريب وبتهددني ان اسيب الفرح وامشي والا هتقتلني. فضلت اراقب غوري بعدها، ولما رحت القريه اللي فيها البيت بتاعت شندرموكي الراجل اللي سالته قال لي ان في بنت دخلت بيتها خدت لوحه وخرجت بيها زي المجنونه، واتفاجئت بعدها ان اللوحه دي موجوده هنا. فاشوناس قال له كفايه كده يا دكتور، انت مهمتك انتهت، انا اللي هطلع الروح دي من غوري. طلع فاشوناس لغوري وهي نايمه وقال عاوزك تنامي كويس يا شندرموكي لاني هخلص من روحك النهارده. فتحت عينها وفاشوناس الموكوس نزل يتدحرج على السلم تاتا تاتا، والعقد بتاعه المقدس اتكسر. إشوار قال له ما انا قلت لك بلاش، سمعتش كلامي. جت جياتري قالت لهم الحقوني، غوري مش موجوده في البيت.
إشوار قال لهم أنا عارف مكانها، أكيد راحت لتل الجبل. وبالفعل اتحولت غوري بالكامل ودخلت لبجراف قالت له اخرج يا جبان، لو راجل اطلع لي. قال لها وانت يا تشندرموكي طالع لك هقتلك تاني. دخل إشوار طلعها بره الجبل وخرج لهم بجراف المجنون وبقى يستفزها ويقول لها قتلت حبيبك وهقتلك. اتجه ليها علشان يقتلها لكن إشوار اتدخل. تفتكروا قدر يعمل له حاجة؟ بجراف عنده 130 سنة بس شكله كان عايش طول السنين دي على شوربة الكوارع. المهم عاصفة شديدة هبت على المكان وطلع عمنا بجراف سيفه وخلاص كان هيقتلها، لكن صعقة برق سحبت السيف منه ونزلته على دماغه واتفحم في وقتها. وتشندرموكي فضلت تكسر فيه وترقص من الفرحة وخرجت من جسم غوري في شكل تعبان. وبعدها الحياة رجعت لطبيعتها زي ما متعودين. وبيبدأ فيلمنا بكاهن بيعمل طقوس تحصين على صورة الشريفة العفيفة الراقصة تشندرموكي. واللي مش عارف مين تشندرموكي هسيب له رابط الجزء الأول والتاني من الفيلم في أول تعليق علشان تعرفوها كويس جدا جدا. انتوا لازم تعرفوا مين تشندرموكي من الآخر، ما تدخلش على الجزء ده غير وانت عارفها. المهم في مكان ما بنت من عيلة غنية جدا عملت حادثة بسببها، بقت قاعدة وما بتعرفش تمشي لمدى الحياة، وعيلتها استدعت كاهن مشهور في الهند. أول ما دخل البيت قال لهم هي مصانعكم اتحرقت ازاي؟ مش عارفين، احنا في لعنة ملازمة عيلتنا. أنا كل إخواتي بيخسروا شغلهم وأولادي بنت منهم قبل خطوبتها بيوم عملت حادثة بسببها بقت مشلولة، والتانية اتطردت من الجامعة، والتالتة بنت الكبيرة هربت مع شخص احنا ما كناش راضيين عنه، اتجوزته وخلفت منه طفلين واتوفت بعدها هي وجوزها في حادثة. أحب أبشركم إن اللعنة دي ملازمة عيلتكم من 300 سنة، وحل اللعنة دي إن كل العيلة والورثة يقعدوا قرب معبد الأسلاف لمدة 48 يوم يمارسوا فيهم صلواتهم، ويوم الاحتفال بعيد درغش التامي هتنتهي اللعنة. معنى كده لازم ولاد بنتها الكبيرة يكونوا معنا؟ أيوة أكيد، ده مستحيل. حاولوا تنسوا أي خلافات ما بينكم، الولاد دول مش أحفادك. أيوة يبقوا من الورثة ولازم يكونوا معكم. وهنجيبهم ازاي دول؟ احنا ما نعرفش عنهم أي حاجة. أنا عارف الطفلين عايشين مع شاب يقرب لهم بيعتبرهم أولاده، وعلى حسب ما أعرف الطفلين مش محتاجين ورث منكم لأن أبوهم سايب لهم ثروة كبيرة وإحنا مش عاوزينهم أساسا، بس للأسف مضطرين. وفي مكان ما عصابة قطاعين طرق خطفوا باص مدرسي وكلموا مدير المدرسة هددوا يبعت 20 مليون روبية وإلا هيفجروا الباص. المهم كل الأطفال عيطوا ما عدا طفلين قاعدين بيضحكوا ولا هاممهم اللي بيحصل. وفرد من العصابة قال لهم هو انتوا مش خايفين ليه؟ نخاف من ايه؟ هو جاي دلوقتي. مين ده؟ أبونا. انتوا بتحلموا. عارفين ليه؟ لأن الباص هينفجر، هيعمل بوم. للأسف مش هيحصل. عارف انت ليه؟ لأنه وصل. دخل فالنتينو زمانه الشاب بند الخطير، ضرب 5 يطفى بها نار الفتيل بس ملحقش الفتيل التاني. تفتكروا هيسكت؟ عيب ما يصحش. الهنود زي ما احنا عارفين جحدين مجانين مسيطرين وبيلعبوا على الوتر الحساس اللي مالوش احساس. علم عليهم الواد بندي واحد واحد ورنهم علقة محترمة، وبعدها رن على المدير قال له الفدية تجيلي انا بقى. تتخضش يا حبيبي، بهزر معاك، طول ما انا موجود مش عاوزك تخاف لان الكذب الهندي مستمر. وفي البيت الام جمعت بناتها قالت لهم شوفوا لي مكان كويس جنب معبد الاسلاف علشان نستقر في 48 يوم. في قصر جميل جدا يا ماما في قرية فيتنابرام، وده شكله فعلا جميل جدا، انا متحمسة. تاني يوم وصل القصر لعم مورغان، اتفاجئ بنسر جارح في وشه رحب بيه، وبعد ما قام قال مش كل مرة افتح الباب المشؤوم ده اتخض، انا تعبت، يا ريتني ما قلت لهم انا اللي ههتم بالقصر. وصلت بعدها العائلة أجروا القصر لمدة 2 شهر، ومورغان قال لهم تحذير ليكم كلكم، ممنوع حد يروح للجانب الخلفي للقصر مهما حصل، أنا عليا بلغتكم. ده ليه يعني؟ أحكي لهم ولا بلاش؟ بتبرطم بتقول إيه؟ لا ولا حاجة، الجانب الخلفي متعفن وعاوز شوية إصلاحات ويتنظف، فعلشان كده بقول لكم ما تروحوش يعني. تمام، محدش هيقرب منه. طلع كل واحد لغرفته، وبعد ساعات قليلة وصل بندي والطفلين داخلين بيضحكوا لأنهم فاكرين إن هيكون في ترحيب وأحضان، وما لقوش غير وشوش ضالة في وشهم. عارفين يا أولاد الناس دي شكلهم بيحبونا قوي، يلا روحوا سلموا على جدتكم يا أولاد، شكلك زي أمنا بالظبط يا تيتا، ماما دايما كانت بتورينا صورك. سلمتوا؟ يلا بعدوا بقى. أحب أعرفكم إن إحنا ثابتين على موقفنا ومش هنصلح علاقتنا بيكم أبدا، هم 48 يوم بس وما توريناش وشكم.
هما الناس دول بيعاملونا ليه كده؟ مش مفروض هما اللي محتاجيننا؟ معلش يا ولاد، شكلهم مجانين. قابلوا في طريقهم خالتهم وقال لهم روحوا سلموا عليهم، دول شكلهم طيبين مش زي الباقي. وبيعدلوا وقتهم منتصف الليل. اتسحبت بريا خالتهم الصغيرة للجانب الخلفي تستكشف المكان، ولما شافت السلم ده حست بقبضة خوف ورجعت لغرفتها فورا. وفي صباح اليوم التالي سمعوا كلهم صوت جميل بيغني، وطلعوا لقوا بنت فاتنة بترسم قدام باب القصر، والمعلم بندي ايده قلبت عجلة بدلات من جمالها. المهم سألتها الأم الكبيرة مين انتي؟ أنا لكشمي بنت بياع الحليب وساكنة في البيت اللي ورا القصر. انتي رسمتي رسمة جميلة جدا وواقفة في نصها، هتطلعي ازاي؟ شكلي اندمجت فيها. أنا في العادة ما برسمش رسمة كبيرة كده، ممكن حد فيكو يساعدني أطلع؟ بندي يسكت، لازم يرشق نفسه على طول. مدلها ايده والواد ايده مغناطيس بسم الله ما شاء الله، سحبها سحبة فل الفل. المهم شكرته وجريت على بيتها، قالت لأبوها أنا قدرت المرة دي أوصل لمدخل القصر، ومش هسكت غير لما أحقق حلمي وأدخل أستكشف القصر كله. جمع بعدها بندي الأطفال قال لهم علشان تساعدوا العيلة اللي بتكره أمكم لازم تروحوا معهم لمعبد الأسلاف تأدوا معهم الصلوات، وكده كده أنا جاي معكم. جاي فين يا حبيبي؟ أنت مش من العيلة. خلاص ما تضايقش نفسك، خدي بالك من أحفادك حضرتك، مش هوصيكي عليهم. مشي الكل واتفاجئ بندي برجوع الأطفال. قالوا له المكان اللي ملكش وجود فيه ما يلزمناش، أنا قلت إنكم مش هتقدروا تبعدوا عني، يلا ندخل نلعب. وصلت بعدها العيلة لمعبد الأسلاف، لقوه مهجور والزرع محوطه من كل اتجاه، وكاهن عجوز ظهر لهم قال لهم أخيرا وصلتوا. هو فين؟ في شخص ناقص ووجوده معاكم ضروري جدا. هو مين وانت مين أساسا؟ ما ردش عليهم وسابهم. وقابلوا بعدها كاهن آخر قالوا له احنا بتواجهنا مشكلة وجينا للمعبد علشان نأدي في صلواتنا. هو ليه مهجور؟ انتوا جايين تحلوا مشكلتكم في مكان فيه مشاكل أساسا، هو المعبد مش هتقدروا ترجعوا لطبيعته، هي مش هتسمح لكم. هي مين؟ شاندرموكي. وعارفين ليه مش هتسمح لكم؟ لأن النور لو وصل للمعبد هتصح روح الملك فيتيان، وده أكتر شخص بتترعب منه وفي نفس الوقت عاوزة تقتله. احنا قابلنا راجل عجوز في طريقنا اتكلم عن شخص ناقص مننا، هو ظهر لكم. تعرفوا ان الشخص ده عايش من قرون، اعتبروا مقابلته بركة ليكم وانسوا المعبد وارجعوا بيوتكم. احنا مش هنمشي من القرية غير لما نقدد طقوسنا في المعبد. شكلكم مصرين زي اللي قبلكم، حاولوا تنظفوا المعبد لو عرفتوا، وانا تحت امركم بعد كده. بنفس اللحظة لاكشمي راحت لبندي قالت له ممكن اطلب منك طلب؟ شكلها عاوزة تبوسني. اطلبي بسرعة، انا هموت وادخل القصر علشان استكشفه. ضاعت البوسة. بس كده؟ ده انت تأمري. تعالي. ايه رأيك؟ حلو صح؟ تحفة جدا. انا بينصحوني دايما ما اروحش للجانب الخلفي، ايه رأيك نستكشفه مع بعض؟ اكيد طبعا. المكان هنا شكله ما يطمنش، بس انا عندي فضول اعرف ايه اللي فوق. خدها وطلع، ولاكشمي اول ما شافت باب غرفة شاندرموكي خافت وطلبت تخرج فورا من المكان. دخلت بريا بعد ما خرجوا لغرفة سرية جنب السلم، استكشفتها بالصدفة ولقيت فيها خرزة خلخال مسكتها، نظفتها من التراب ويا ريتها ما نظفتها. خرج ضوء منها اتجه لغرفة شاندرموكي، رشق في صورتها لتستيقظ روح ملعونة منتظرة اللحظة اللي تتحرر فيها. وفي نفس الوقت كله صحي على صوت صرخة قوية، ولما خرجوا جارتهم اعتذرت ليهم وقالت لهم دي أمي اللي بتصرخ، أنا أمي كانت شغالة في القصر زمان وشافت شيء مرعب فيه، ومن وقتها وهي في نوبة فزع بتجيلها كل فترة. المهم تاني يوم صحي بندي ما لقاش الأولاد في القصر، وشاف أخو جدتهم منزلهم بيقول لهم لو قربتوا من غرفة الجدة تاني هضربكوا. طول ما أنا عايش مفيش حد يقدر يمد إيده عليهم. انتوا عملتوا إيه يا أولاد؟ ما عملناش. بعد الصرخة اللي سمعناها الليلة اللي فاتت خوفنا وما عرفناش ننام، وأمنا وحشتنا جدا في الوقت ده، وفكرنا ندخل ننام جنب جدتي لأنها شبه أمي جدا. ده كل اللي احنا عملناه. انت بتضربهم علشان كده يا عديم الرحمة، وانت موافقة على اللي بيحصل لأحفادك؟ تعرفي ان بنتك الكبيرة ندمت انها اتجوزت من غير رضاكي وحاولت تعتذر ليكي بدل المرة 1000، وانت كنت بترفضي. وتعرفي كمان ان حفيدتك مسمياها رنغة على اسمك. انت نسيتي بنتك، بس هي عمرها ما نسيتك، وربت أولادها على حبك. كانت دايما بتوريهم الصور بتاعتك وتحكي لهم عنك كل خير. أنا جبت الأولاد هنا علشان أصلح العلاقة ما بينكم ويكون ليهم عيلة وسند، لكن الواضح إنهم ملهمش مكان بينكم. أسفين على الإزعاج، إحنا ماشيين.
وقفوا كلهم اعتذروا لي وللأولاد، وتقبلتهم الجدة أفراد من العيلة وسط احتفالات كبيرة مخصوصة ليهم. وبعدها جابوا مقاول اتفقوا معاه يجيب عمال ينظفوا المعبد، لكن روح تشاندرموكي ما سمحتش ليهم. اتحولت لتعبان ضخم وسحبت عامل تحت المية قتلته، والتاني مات بسبب ماس كهربي. والكاهن بعدها استدعاهم وقال لهم اهي موتت 2 ويا عالم هيحصل ايه تاني، ارجوكم سيبوا القصر وامشوا. اتجمعوا بعدها كلهم في القصر وقرروا يجيبوا كاهن يحصن القصر، لكن باندي رفض وقال لهم ما تعملوش اي حاجة غير لما اقول لكم، في خطة في دماغي انا انفذها. المهم عدى الوقت وفي الليل صحيوا كلهم على صوت رنة خلخال جاية من الجانب الخلفي، وقسموا نفسهم لفرق تبحث في كل ركن في القصر على مصدر صوت الخلخال. شافت بريا وهي بتدور لكشمي خارجة من غرفة، ومسكتها وخرجت قالت لهم البنت دي هي اللي بتخوفنا، انتوا فاهمين غلط، انا عندي فضول استكشف القصر مش اكتر، احكي لهم يا بندي. ما تقلقوش من لكشمي، انا اللي سمحت لها تدخل البيت، والاصوات اللي سمعناها مش منها، في شيء ملعون ساكن القصر هنا لازم نعرفه ونواجهه كلنا. انا بقول نجيب مقاول تاني يشتغل في اصلاح المعبد. لا مفيش داعي، انا هتصرف. راح بنتي تاني يوم للمعبد أدى بعض الطقوس، وولع نار في الزرع اللي محاوط المعبد كله، وضوء النور بقى في المعبد بكل ركن بسبب النار. وظهر له بعدها الكاهن العجوز قال له أخيرا جيت وجبت النور معك، أنا قلت لهم في شخص ناقص بس هم ما صدقونيش، أنت اللي هتحل مشاكل العيلة. مش فاهم تقصد إيه؟ هتفهم مع الوقت، أنت لازم دلوقتي ترجع للقصر، لأن تشاندرموكي دلوقتي سيطرت على جسم شخص من العيلة، لازم تكشفه في أقرب وقت. رجع للقصر والجدة قالت له احنا مش هنقعد في القصر ده دقيقة كمان، هنشوف اي بيت تاني. مش هينفع، لان المشكلة حاليا مش في القصر، مشكلة المعبد اتحلت. وقابلت كاهن عجوز قال لي في شخص من العيلة تشاندرموكي لبست جسمه، وقال لي كمان حصل نفس المشكلة من 17 سنة لعيلة كانت ساكنة القصر. ايوه حصل فعلا، تشاندرموكي كانت لابسة جسم جانجا زوجة سينسل ابن اخويا، بس وقتها الدكتور والكاهن دمروا تشاندرموكي في الغرفة المجاورة للسلم. انا حذرتكم ما تروحوش للجانب الخلفي، بس انتوا شكلكم ما سمعتوش كلامي. طلبت العيلة الكاهن الخاص بيهم، واول ما وصل سأل العم مورغان هي الغرفة اللي اتعالجت فيها جانجا زمان حد دخلها من بعدها؟ لا ما اظنش. طيب تعالوا ورايا، في اثر خطوات جديدة هنا، واللي دخل هو السبب في خروج روح تشاندرموكي. بريا قالت لهم اكيد لكشمي، انا مسكتها بتتجول في القصر. ما حصلش، انا عمري ما دخلت لهنا، انتوا هتتعازموا على بعض. المكان اللي هناك ده الدكتور والكاهن حضروا في روح تشاندرموكي، وكل شخص فيكم هيقف هناك واللي لابس روح تشاندرموكي هيبان عليه. اتحركت بريا بكل ثقة ووقفت فيه، وأمر الكاهن بدخول لكشمي، لكنها رفضته بشدة، وخدوها رجالة الكاهن بالعافية، وهي من غير ما تقصد سحبت جاتري القاعدة لينصدموا كلهم. إنها قامت وقفت على رجلها، كلمتهم بصوت تشاندرموكي وهددتهم يخرجوا من الغرفة وإلا هتقتل غياتري. المهم الكاهن في الوقت ده قرأ عليها طقوس خرجت تشاندرموكي من جسمها مؤقتا، وبعد ما نيموها بريا قالت له أنا اللي دخلت للغرفة ولقيت خرزة خلخال وخدتها. إزاي أختي اللي اتأذت وأنا لأ؟ لأن أختك دخلت بعد ما أنت خرجتي وخدت الخرزة اللي وقعت منك، عملتها سلسلة لبستها في رقبتها، والخرزة دي من خلخال تشاندرموكي وروحها متعلقة بيها. عاوز أقول لكم إن بنتكم دلوقتي هتقدر تمشي على رجلها بسبب قوة تشاندرموكي، لكن بمجرد ما نخرجها من جسمها هترجع كما كانت. فاقت مع كلامهم ناسية كل حاجة وقالت لهم أنا مش مصدقة إني بمشي على رجلي، أنا خفيت يا ماما، مفيش كرسي متحرك بعد كده. جريت زي الأطفال تلعب مع الأولاد، والكاهن قال لهم عاوزكم تتكلموا معاها بشكل طبيعي كالمعتاد، واوعوا تذكروا قدامها اسم تشاندرموكي. راح بعدها الكاهن للمعبد ولع شموع وأدى بعض الطقوس، وبنفس التوقيت اتملكت الروح غياتري وخدتها المكان خدت منه سلاح. اتجهت بيه لغرفة تشاندرموكي وبدأت تكلم في نفسها وتهدد فتيان بالقتل، لحد ما فقدت وعيها وبنتي شالها وداها للكاهن وقال له احنا هنفضل على الحال ده كتير. الروح تملكتها علشان ولعت شموع في المعبد، وانا عاوزكم تروحوا بكرة انتوا كمان تولعوا شموع، لان الروح بتهدى وبتخاف من الضوء اللي بيدخله، وهنستمر على اضاءة الشموع لحد يوم عيد درغا اللي هنقضي عليها فيه. تاني يوم جهزوا كلهم
وخرجوا لقوا غياتري في العربية بتاعتها بتقول لهم بما إن رجلي تعافت قلت لازم أسوق بنفسي، مين هيركب معايا ولا هتخافوا؟ أنا وولاد أختك يا بنتي هنركب معاكي. استغل باندي عدم وجودهم وبدأ يبحث عن أي أوراق تاريخية في القصر تفسر له اللي بيحصل، ولقى في غرفة تشاندرموكي باب سري فتحوه موجود فيه سلم نزله، واتفاجئ بغرفة سرية فيها عرش من ذهب انجذب ليه وبدأ يعمل في حركات لا إرادية، وضوء من نور قوي جدا خرج من كل ركن في المكان واتملكه. وفي نفس اللحظة غياتري انحرفت عن طريق بقية العربيات، وتشاندرموكي صورتها الحقيقية ظهرت في انعكاس المرايات وحاولت تقتلهم علشان توقف الطقوس. وفي آخر لحظة وقفت على طرف الجبل بسبب الشموع اللي أشعلوها في المعبد. وفي الليل ظهر الراجل العجوز للكاهن وقال له طقوسك مش هتقدر تتحكم بيها في تشاندرموكي لأن روح الملك فيتيان رجعت، وفي جزء في القصة مخفي عنكو، والسر المخفي ده هو سينغوتيا أعز أصدقاء فيتيان وأقوى جنرال في الجيش بتاعه. نرجع هنا بالزمن 300 سنة بعد ما سيطر الملك وجيشه على المملكة المتواجد فيها تشاندرموكي. دخل حرم النساء قتل كل المتواجدين فيه، ولما شاف تشاندرموكي انبهر بجمالها جدا وبقى بيجري وراها زي المجنون بيدور عليها في كل مكان، وهي قدرت تهرب منه بسبب الكاهن اللي عطله. وفي آخر اليوم قعد حيران بيفكر فيها، وسينغوتي قال له مالك يا صديقي؟ أول مرة أشوفك حيران كده، أنا دايما كنت بتخيل مواصفات زوجتي المستقبلية، والنهاردة في حرم النساء لقيتها بس اختفت. أنا عرفت إن اسمها تشاندرموكي وأشهر راقصة في المملكة، أنا عاوزها سينغوتيا، ما تفكرش كتير، أنا هقلب لك عليها المملكة ومش هرجع من غيرها. خرج بالفعل يبحث عنها وسمع بالصدفة بنات بينادوا على تشاندرموكي، وفضل واقف متنح من جمالها. قال لنفسه فعلا الملك عنده حق، جمال مفيش منه اتنين. المهم خرجت تشاندرموكي مع أصدقائها، وفي الطريق قابلهم فهد أسود، جريوا كلهم منه وسابوا الجميلة مكانها ما بقتش عارفة تروح لفين ولا فين، لحد ما لقيت الأخ سينغوتيا في وشها اترمت في أحضانه. والمعلم ما صدق، عجبه الحضن جدا، وقبل ما الفهد يقطع عليه هذه اللحظة الرومانسية اداله حتة شلوت هندي وقعه جنبه فورا وكمل عليه بالسيف. منحذرش احنا السنجة يا سيدي. المهم الأنسة تشاندرموكي شكرته، ولما جت تمشي قال لها ايه يا قطة رايحة فين؟ ورانا رحلة. كنت عارف انك قدها يا صديقي، اطلب اللي انت عاوزه وانا هنفذ فورا. عاوز ممالك ولا ذهب؟ انا لو اقدر اقدم لك حياتي كلها كنت قدمتها لك. طلبت تشاندرموكي تكون زوجتي. انت اتجننت؟ لا، انت شفتها مرة واحدة وعجبتك، وانا من دقايق بسيطة كانت في حضني، والصراحة يا صديقي حضنها جميل جدا. اتحولوا الأصدقاء على بعض بسبب البنت، ولأن مهارات سينغوتيا في القتال أقوى بكتير من فيتيان سيطر عليه وانتهى القتال بقطع دماغ فيتيان. وبعد التخلص من جسمه قعد سينغوتيا على العرش وقال لهم بصوت عالي أنا من النهاردة الملك فيتيان الثاني، انسوا اسم سينغوتيا. تشاندرموكي أنا قتلت لأجلك أعز أصدقائي، من النهاردة هتكوني ملكة القصر. انتوا اتسرعتوا انتوا الاتنين، أنا بحب شخص تاني بيرقص معايا اسمه غنى شيكر. بتحب مين؟ غنى؟ مش عاوزة تروحي له بالمرة؟ وبالمرة أحضر فرحكم وارمي عليكم الورود كمان. انت شكلك ما بتسمعيش كويس، بقولك أنا قتلت الملك علشانك، انت وجسمك ورأسك ملكي أنا وبس. خدها بعد المراسم حفل انتصارهم على المملكة، وفي نص الحفل شافت حبيبها غنى وبدأت تكلمه بلغة الإشارة من غير ما حد ياخد باله علشان يمشي، بس هو كان مصر إنه يفضل في المكان. وفي اللحظة دي قائد الجيش لاحظهم وضحك ضحكة خبيثة. المهم فاق بندي من الحلم الطويل، والكاهن قال لليلى زي ما تشاندرموكي سيطرت على غياتري، الملك فيتيان امتلك جسد بندي. يعني في شبحين عايشين معايا في القصر دلوقتي؟ كان يوم اسود يوم ما اجرته ليكوا. بعدها انتظرت غياتري لما الكل نام واتجهت لغرفة تشاندرموكي. طلت من شباك الغرفة على بيت حبيبها الراقص غنى شيكر. وهنا نرجع بالزمن، وغنى اتسحب ودخل القصر. فاجئت تشاندرموكي المحبوسة في غرفتها، اللي أول ما شافته قالت له انت ايه اللي جابك؟ المكان هنا خطر، لو شافك هيقتلك. بس انا مش خايف، لو هموت علشانك يبقى افضل. بس اقعد ساكت، دي الخدامة الخاصة بيا، هي بتكره الملك جدا وهتساعدنا نهرب مع بعض. انتظرني خارج القصر، امشي يلا الملك موجود هنا.
لمستك بتكهربني. انت تعبت نفسك ليه؟ انا كنت جاي لغرفتك بس انت فاجئتني. انت بنفسك كنت جاي غرفتي؟ ايوه، انا محضره لك فقرة رقص هتعجبك جدا كمان. يا سلام، احب اشوف انا. بعد فقرة الرقص جاب لها غنيمة من الذهب تختار منه اللي هي عاوزاه، وقالت له انا ما يهمنيش ده كله، عاوزاك انت وبس. يا بنتي بقى ما تلعبيش بمشاعري، بضعف انا محضر لك هدية تليق بمقامك. اكشف يا ابني اكشف. مش دي الخدمة اللي هتساعدك في الهروب برضه؟ اكتر حاجة بكرهها هي الخيانة. لسه في هدية تانية. شكلك بتموتي فيه وبتحبيه. انا هديكوا فرصة لو عاوزين تعيشوا. قدموا لي فقرة رقص ممتعة، ولو عجبتني هفكر اسيبكوا. ما عجبنيش اداؤه خالص. شندرموكي حبيبتي، كنت فاكرك عذراء ومفيش حد هيلمسك غيري، وانت خنتيني مع غنى. ده يرضيكي؟ اعذريني يا معشوقة قلبي اني هولع فيكي. اتوعدت انها ترجع تنتقم، ومع مرور الايام بقى يسمع صرخاتها في كل القصر، وحابس نفسه خايف يخرج. وفي ناس بتقول انه سمم نفسه ومات، وناس تانية شافته بيهرب من المملكة. وانت يا بندي بدخولك لغرفته السرية روحه اتملكتك، وتشندرموكي دلوقتي فاكرك انت فيتيان. اللي حصل من 17 سنة في القصر هيحصل تاني خلال 24 ساعة. يكون عيد درجة، وده اليوم اللي الدكتور والكاهن خرجوا في تشندرموكي من جسم جانجا. واحنا هننفذ نفس الخطة اللي هم عملوها. جهزوا الغرفة ونفذ يا بندي اللي هقولك عليه بالحرف. انت لما هتواجهها فيتيان هيكون لابس جسمك، وفي الغرفة دي رسمة قديمة الكاهن مساعد الدكتور كان راسمها. بمجرد ما هتقف عليها روح فيتيان هتسيب جسدك، وهتكون في الوقت ده ضعيف. ودورنا هنظهر تمثال بلاستيك فجأة ليها كأنه انت، وانت هتهرب من المكان. تاني يوم طلعت تشندرموكي لغرفتها ترقص كالمعتاد، وفيتيان اتجسد في بندي دخل عليها ب4 كلاب سعرانين ينهشوا لحمها، ولكن حصل العكس. तब गुरुजी अपनी शक्तियों से एक पवित्र घेरा बनाएंगे। तुम्हें लड़ते लड़ते اتنفذت الخطة زي ما قال الكتاب، وقطعت دماغ التمثال البلاستيك على أساس إنه فيتيان، لتحقق تشندرموكي انتقامها اللي بتسعى ليه دايما كل ما روحها الملعونة بتصحى. وخرجت من جسم جياتري، وكل شيء رجع لطبيعته من تاني. بكده يكون وصلنا للنهاية. الفيلم يا شباب يعتبر مكرر ومتغير في بعض الأحداث بس مش أكتر، لأنه شبه الجزء الأول من الفيلم جدا، وأتمنى يكون في جزء رابع أقوى من كده. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات علشان توصل لكم كل أفلامنا. وبس كده، السلام عليكم.